سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. رمضان كريم، تصوموا بالصحة والهنا. فيديو اليوم رائع جدا، فيه كثير من الوصفات والحيل والتدابير من مطبخك فقط. راح نطبقوا مع بعضنا كيفية تنظيم الوقت كما سبق وهدرت معكم في الفيديو السابق. وراح نعطيكم شوربة فريك لستة أشخاص. تابعوا الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. البنات، شوفوا انا الصباح قبل ما نبدا في الشغل الدار باش نخرج اول حاجه اللحم تاع اللي حطيته في الكونجيلاتور اللي حنا نصبيه. نخرج الاشياء اللي كما نقولوا نقدر نبريباريها الصباح. فوالا كيما هنا هذه الدبشه، المعدنوس، الزيتون، نحيلو الملح تاعو، خرجت الحمص، البصل، فوالا الحوايج تاع السلطه، بيتخاف، سناريه، هادما كامل ديما نحضرهم صباح، خاصة كي ود عندي حوايج بزاف. هنا كما قلت لكم في الفيديو السابق، قلت لكم نحط لكم اللين تاعو، يعني الرابط تاعو. اول حاجه نجيب ورقه وستيلو ونكتب وش هي الاشياء اللي نعملها في يوم كامل من عبادات، الطياب، وش خصني وش ما خصنيش، كامل نكتبو هكذا تكون الامور منظمه. ونحط هذه الحوايج تاع السلطه. حطيت هنا البيتخاف يتشرشم، حطيت كذلك احنا نعمل مصيدوان، حطيت الروز، قصيت البصل، رحيت البصل عفوا، الثوم، قصيت المعدنوس. هذوما كل حضرتهم الصباح. درت لحميس او سلطه المشويه، كل واحد وش يقولها. انتهينا من الشغل، خاصه الماكيتات في البيت. ندوروا دوره خفيفه في البيت، لكن عندنا الاطفال نتهلاو فيهم يعني على الصباح. وندخلوا للكوزينة نحيو الشغال شوية ديك تاع الصباح. لكن كنت عاملة، حاولي قبل ما تروحي للخدمة كيما ذكرت قبل، ولا في الليل يعني. وهاوليكم يعني حضرت كلش الصباح، اباغ سلطة نغسلها العشية. نروح الآن لتدبير كيفية الاحتفاظ بالمعدنوس مدة طويلة في الثلاجة. هذا البنات قعد معايا 15 يوم. طريقة روعة، عندي عدة طرق لكن ادي اكتر طريقة نفعتني. نحطوا المعدنوس، ما نغسلوهش، نحطوه في البابي هذا يبصر بيا الواحد، ونحطوه في لي ساك دو كونجيلاسيون دما، ونحاولوا نخرجوا منه الهواء قد ما نقدروا. ما عندكمش البنات تحطوا في ساشي وربطوها مليح فقط، تقعد معاكم 15 يوم، بس بشرط ما تغسلوهش. نروح الآن للتدبيرة الثانية، الزيتون. هذا كل حضرتهم الصباح البنات، نتأكد ونعاود. الزيتون ما تغليوش البنات، حيروح طعمه هكذا يولي صامت مش منيح. ربي يرحمك يا أمي، هذه طريقة أمي ربي يرحمها. كانت تغلي الماء أشك فا يقعد حتى يبرد هكاك الماء وتبدلو، يبرد تبدلو. تقولك منه يحافظ على اللقود تاعو، طعمه يبقى بنين، ومنه تتنحى الملح اللي فيه. نروحوا للتدبيرة الثالثة، وهي طماطم الكعب. يعني نغليو الماء، نحطها في الماء الساخن يغلي، بعد نحطها في الماء البارد، تتنحى القشور فاسيلمون. هنا ما صورتش للأسف. ومن بعد نحيو لها هذيك الزريرة، ما نحيوهاش بديك الزريرة عندنا باه تجينا ملاحة. هذه حنحطها في الشوربة. راح نعطيكم شوربة رائعة، شوربة عنبية على الكيف الكيف. الشوربة الجزائرية تختلف من منطقة، كل واحد كيفاه يدير مكوناتها. ناس الوسط يعملوا الخضار، ناس الشرق لا. أنا نعطيكم طريقتي أو طريقة أمي اللي تربيت عليها هناك. يعني دي فترة حتى في بيت واحد كاين الفرق في الطبخ. عندكم هنا الصباح البنات، بما أنه اللحم كونجيلي حبيت تدخل معاه جميع المكونات. هنا عملت بصلة صغيرة مرحية للشوربة، كذلك بصلة صغيرة للكفتة، قليل من الدبشة أو الكزبر. اللي عنده كرافس يدير كرافس. كان ناس ما بس بشرط البنات تقطعوهم رقاق، اذا كان ما تقدروش تقطعوهم رقاق حطوا الربطة كاملة، ربطوها برك فقط تاع الدبشة هي والكرافس، وحطوها كاملة. قليل من الزبدة أو السمن، والزيت ملعقة أو ملعقتين. وهنا حنروح نكملوا مع بعضنا الشوربة باه تفهموا أكثر. والقليل هنا حطيت ملعقة ملح، متكتروش الملح، وفلفل أسود، وبابريكا فوق يعني فلفل الأحمر هذاك.
ممكن تستغناو عليه اللي ما يحبش الحار، واللفاح او تاب الكرويه. وهنا حطيت الحمص في البدايه، ممكن ما تحطوش لانه مرنخ برك مش طايب. نخلطه مليح ونخليه يرتاح. انا هنا الصباح يعني حتى بعد مرور 4 ساعات باه رجعت له هو والكفته. وهنا هاني نعطيلكم الساعة، بديت على 23 بالضبط يعني. بصح انا خاطر نصور البنات، بصح انتم تقدروا حتى على الربع يكفيكم الوقت، لاني نصور البنات سابخون دو طون التصوير، يعني يصور الانسان سابخون دو طون. نخليها على نار قليلة ونروحوا لكيفية كيف ما نحسبوا الفريك ل6 اشخاص. اللي ما شافش التدبيره دي يرجع نحط لكم الرابط ان شاء الله، ولا ما كانش شو ترجعوا الفيديوهات السابقين تلقاو هالتدبيره هذه للحفاظ على الفريك. هنا نحسبوا في كل غرفيه ملعقه من الفريك. متفاهمين؟ معناها ل6 اشخاص نعملوا 6 ملاعق او معالق. هنا الفريك تاعي، شوفوا اسمعوا مليح البنات، هنا الفريك تاعي راهو رقيق، شنو نقول لكم يعني ما فيه شروح. وهنا احنا نقيس لكم بالفنجان، لان جينيرالمون ديما نقيس بالفنجان. انا نعمل فنجان ونصف. اذا كان الفريك تاعكم متوسط، يعني واحد ما قالها لكم دي، اذا كان الفريك تاعك متوسط او خشين، الملعقه ما ديرها ممسوحه. علاه؟ لانه الفريك الخشين يلبي، ثم كنت تعمليه معمر حيجيك في جيري منبي بزاف، يعني حيجيك حاله حاله. نروحوا الان كيفاه نغسلوا الفريك. كان شفت بنات يغسلوا الفريك في الصفايه، هذه طريقه خاطئه. علاه؟ لانه ما وش تراكي تصفيه في الصفايه. ديري هذه الطريقه اللي نصفيو بها الفريك اللي كانوا ماطنا يديروها. تعلمنا من عندهم الطريقه هذه. تحطوا الماء تخليه يرقح شوي وتبداو تصفوا فيه بهذه الطريقه. يعني جامي شفتها يعني في مواقع التواصل. تشوفي في كل حاجة نعرفها ندعي بالأمي للرحمة، لأني تعلمت عليها أشياء كتيرة. أنا كنت طباخة ماهرة ما شاء الله، ربي يرحمك يا أمي. ادعوا لها البنات في هاد العواشر بالرحمة. ونصفيه ونخليه يشيح. شوفوا صفيته بيان. نرجعوا للتقلية تاعنا اللي كنت حطتها على نار ضئيلة جدا جدا، يعني سيب ديك البصل العصارة تاعو واللحم ياخذ هذاك الكامل التتبيله. ونضيفوا هنا المرحله هذه ملعقه كبيره من الطماطم المصبره. نزيد نعاود نقليه بالطماطم المصبره دقيقه ودقيقتين، وزيد نضيف له الطماطم اللي رحيتها وشفتوا الطريقه تاعها. بالنسبه للناس عنابه يعملوا النعناع الشايح في التقليه، انا ما نعملوش، نعمله في الاخير باش ما يجينيش الشوربه تاعي تجيني كحله سوداء، يعني تجي هكا كحله واحده زين. نمرق الان. بالنسبه للماء، لكميه الماء هنا عملت 3 لتر، 3 لترات من الماء، وانتم تقيسوا على حسب الطنجرة تاعكم. لهنا البنات بسيت اللحم، شفت اللحم تاعي اذا كان طيب ولا لا. انا حسب خبرتي عرفتو باللي طيب، لانه اللحم تاع الفوبر فقط. وهنا حنصفيها. شوفوا يدي والله مازال توجع في يدولي بالشفاء البنات. حنصفيها. شوفوا ناس قسنطينة يصفيو، ناس عنابة لا، لكن في العريس ضروري نصفيو الشوربة تاعنا او اي ماكلة، يعني باه نفهمكم برك في الاختلاف. لقيت بلي طماطم ناقصه، زدت لها ملعقه من الطماطم لان الطماطم تاعي ملاحه. وهنا حنضيف، وهو السر اللي يخلي الشوربه، خاصه انا المعروفه بالشوربه تاعي، الشوربه تاعي تجي بنينه تسخف. نضيف الفريك مع اللحم، يطيبوا مع بعض وتجي واحد الشوربه ما شاء الله. عسوا اللحم برك فقط ديما كي تعملوا الفريك، لانه الفريك طيب اللحم فاسيلمون، يعني فيت في يعاونوا في الطيب.
لذا إذا كنت مبتدئة حبيبتي، لقيتي اللحم تاعك طاب، نحيه عباخ وخلي الفريك تاعك يطيب مليح، ديما مسي الحبة. هنا عملت الدقاق في الأخير ملعقة صغيرة جدا، وما ننساوش القرن تاع الفلفل، وفي الأخير رشة من النعناع من النعناع. وش نقولكم، مانيفيك ريحة الدار. أنا من محبين الشوربة أو الجاري، رائع جدا. نشوف هذاك، شوفوا لي هذاك المنظر الجميل الجميل. فوالا هنا يعني بقات تقول بالك 5 دقائق على الفطور، وهاي ليكم وقرن فلفل راهو يعوم في ديك الصحن. شيتكم في الجنة، جربوها البنات بهذه الطريقة، حتجيكم شوربة حتى اللي ما فطيب شوربة تاعها ملاحة، تجرب طريقتي وتدعي لأمي فقط. شوفوا البنات ما شاء الله، شوربة وعليها الهضرة. نروح للآن للطبق الثاني، وهو الكفتة أو المدوم، احنا نقولوا ناس عنابة الكفتة. فلا كيما شفتوا ملح فلفل أسود، هنا راهي الصباح، خليته الصباح يعني كيما قلت لكم قبيله كيف وكيما الشوربه، خليتهم 3 سوايع 4 سوايع، جو بونس 4 سوايع، حتى داب اللحم في ديك البصل كامل. ومن بعد هناك دخلت للكوزينه وفلا، وحطيته نحطوه ديما المرق تاعنا على نار هادئه جدا او طائله، يعني النار تكون طائله هنا حتى يذوب البصل تاعي والمعدنوس. هنا المعدنوس يذوب تماما تماما، باه نمرق. وكي نمرق لازم نغطيو اللحم فقط، ونخليو اللحم تاعنا يطيب في غرضه. الماكلة عقد ما تطيب في غردها عقد ما تجي بنينة. هنا فكرة اللي ما عندوش مصفات يعني صفاية ولا حاجة، يدير بالمصفات هذه. نروحوا للحم، طريقة تحضير اللحم المفروم أو كريات اللحم أو الكفتة تاعنا. راح نعطيكم طريقة يجي اللحم طري طري وبنين وما تفهموش وش فيه. المهم عندنا بصل، شوية توم، بعد نوس مقطع رقيق جدا، عصرة من الليمون، ادي راهي زبدة، ملعقة من الزبدة، جبن طري، اي نوع جبن عندكم، الجبن ده يخلي اللحم طري، كذلك ملعقة من كريم فريش. ما عندكمش البنات الجبن يعمل اللي في تاعو. نديرو هنا الدقاق اللي نيعرفش، الدقاق اللي سقساوني على الدقاق، هو كي نغربلو الفريك يطيح هذاك من الفريك حاجه رطبه هكذا، الرطبه كي نصفيو الفريك نعيطولو هنا الدقاق هذا نستعملوه خاصه في الكفته، تجيكم كفته بنينه تسخف خير من لاشابلور. نعملو بيضه كامله، لاني عملت هنا اللحم 500 غرام على ما اظن، 500 غرام عملت بيضة كاملة. إذا كنتوا عملتوا أقل من 500 غرام البيضة، خلطوها بيان وقسموها برك، مديروش بيضة كاملة حيجيكم بزاف جاري وما تقدروش تتحكموا فيه. تخليوه يرتاح اللحم البنات شوية، نص ساعة هكا هكا كامل، به تشكلوه. تستعينوا بالماء أو بالقارص. ناس بكري في العراس ديما يستعينوا بالماء، وكان اللي شفتها طريقة عند شيف حميد، تحية ليه، بالليمون أو القارص. فوالا أنا جربتها يا شيف وعجبتني بزاف، ونشكرك بزاف. باه ما يتحلش معاكم الكفتة في المرق، لازم تعجنوها مليح كأنكم تعجنوا في الكسرة. شوفوا كيف ما الحبات تاعي رطبين ومخدومين مليح لأني عجنتهم مليح. فوالا وقتها نرميو الكفتة نهار كي تشوفوا باللي اللحم تاعكم تخل فيه الطياب، كيما شوفوا مسوم الموس تخل فيه الطياب، ترميو الكفتة تاعكم. ردوا بالكم ترميو الكفتة وهي الدنيا غارقة بالماء، يعني تمرقوا بزاف وترميو الكفتة ما تجيكمش كفتة بنينة. لازم شوية تتلبل، لازم تنقص الكمية تاع الماء او كمية لاصوص باه نحطوا الكفتة تغلي، لانه كنا نحطوا، شفتوا الكفتة كي تحطوها البنات اون ديغي زدتي الماء وانتي ما زدتيش الماء. وفي الاخير نرميو ديك الزيتون. وهاو ليكم لاستيوس الثانيه، يعني قلت لكم فيديو مليان استيوس ومليان افكار. تعملوا ملعقه من الكريم فريش وواحده من الجبن اذا كان عندكم، احسن من فارينة، وتجيكم واحد البنه يا البنات
صدقوني يا قد ما نحكي الشوية. وهاي ليكم في طبق التقديم. وشوفوا ديك كيفاه المرق تاعنا كيفاه منبي وجا هايل وبنين، واللحم كيفاه طري. وشهيتكم في الجنة، واسمحوا لي كان واحدة تسخف ولا حاجة. فوالا، وفيديو اليوم انتهى، ونقول لكم شكرا لكم. سلام، ان شاء الله ترقبوا مني مزيد من الوصفات والحيل. صحتكم صحة سحوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.